نبدأ؟ الصوت يكون واضح؟ قربي شوية يكون واضح عشان الصوت. الصوت. ايش رايك بنتك بهذه الجامعة؟ الأجواء جدا جميلة يا محمد، وتحس نفسك كأنها في مكان أسطوري يعني، وعمق المكان وانعكاس الألوان والأشخاص وحب الروح، التواضع المتكامل بين الأفراد. بس قبل لا نكمل نعرف الناس. محمد العتيق فنان قطري. حبيت أشارك في هذا الملتقى الجميل بالفعل، وهذه فرصة إن احنا نكون ضمن مهرجان أزمور الدولي للفنون التشكيلية، وأنا أتوقع بالفعل إنه راح تكون أزمور وجهة الثقافة في العالم، واللي يحب يشوف فن وآرت راح يجي إلى أزمور. وأقدم لكم زميلتي الفنانة سعاد من ليبيا. أنا سعاد أحمد اللبة من ليبيا، طبعا فنانة تشكيلية، كنت سعيدة جدا بزيارتي لمهرجان أزمور، وأتوقع أن السنين القادمة إن شاء الله حيكون مهرجان أزمور يعني فيه روح التعاون الأكثر، وفيه برنامج يكون مستوى دولي كبير، ومنطقة أزمور نفسها راح تكون عبارة عن لوحة تشكيلية متكاملة موحدة. ونشكر كل العاملين على المهرجان، سعيد، زين، عزيز، مين تاني؟ كثيرين هم كثار ما بنعدوا. نفيسة. نفيسة طبعا، نفيسة حاليا نسيتها. ما قلت لنا انت شاركتي في كم عمل؟ شاركت ب3 أعمال ووتر كلر، ومحمد كمان شارك ب2 أعمال جميلات جدا تحكي عن الطابع التراثي في بلد قطر طبعا. واحنا سعيدين جدا بهذا الملتقى الجميل اللي عرفنا عليه اشخاص كثيرين، زي انا معرفتي بصديقي محمد، وكثيرين يعني من زين وفاطمه ونفيسه. والحلو الاكثر تواضع الناس وثقافه القريه نفسها، الاشخاص وحبهم للفن التشكيلي. محمد ما نقدر احنا نخلي الناس يشوفوا، نبين لهم جماليات والجداريات في مدينة أزمور. اوكي، شكرا. شكرا. ايش رايك مخرج انا؟ راح نعمل برنامج. خطير، مخرج خطير. شكرا لكم.